كبير في هذه المباراة، خطيرة تسديده، ما زالت نعم. أخيرا المنتخب الجزائري عن طريق فارس شعيبي يسجل الآن في إضافة الهدف دقيقة تقريبا. هنا الانطلاقة في البداية كانت عن طريق اللاعب محمد، الكرة من محمد عمورة، قطع الكرة إلى رامز، تسديده الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. رامز للمنتخب. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والصلاة على النبي. حقق منتخب الجزائر فوزا ثانيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على حساب موزمبيق بهدفين دون مقابل. وتأخر تقدم محاربي الصحراء في النتيجة بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع مضيفه المنتخب الأنجولي. وفي الدقيقة 69 تمكن فارس شايبي من تسجيل الهدف الأول لصالح الضيوف متقدما في النتيجة. ومع حلول الدقيقة 80 قتل رامي الزروقي المباراة إكلينيكيا بهدف ثاني بعد صناعة من عمورة، ورفع بذلك منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتصفيات كأس العالم 2026. هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والصلاة على النبي، والسلام عليكم.